السلام عليكم. هتكلم في موضوع مهم. بيجي لنا عيان، بطنه بتوجعه بقالها اسبوع او اسبوعين. بيروح يطمن على نفسه، بيعمل تحليل جرثومه معده، فبيطلع التحليل ايجابي. يجي لك يقول لك يا دكتور والله انا عايز اخد علاج الجرثوم. تمام. اقول لك في الاول كده انا مش هديك علاج، ولا اي دكتور تاني هيقدر يديك علاج. لعده اسباب. اول سبب ان ممكن اصلا يكون الوجع اللي عندك او الالم اللي عندك دوت ملوش علاقه بجرثومه المعده خالص. ممكن يكون ارتجاع مريء، ممكن يكون التهاب بنكرياس، ممكن يكون التهاب مراره، ممكن يكون قولون عصبي. حاجات كلها الجرثومه بريئه منها جدا. تمام. ممكن يكون حضرتك بتاخد مسكنات، اكلك فيه مسبكات، فلخبطه في الاكل، فحضرتك تبقى التهابات معده عاديه وتاخد علاجك لراحه المعده، والدنيا تظبط معاك ان شاء الله باذن الله، ونتابعك ونشوفك بعدها باسبوع ولا اكتر. طيب تاني حاجه برضو ان جرثومه المعده ديت موجوده عند 70% من الناس. فانا لو هعالج جرثومه المعده لكل عيان هيعمل تحليل، يبقى الناس كلها تاخد علاج جرثومه معده. تالت حاجه، كورس العلاج مرهق على الجسم وعلى الجيب وطويل. فاحنا بنحاول نتفادى بقدر الامكان ان احنا نخش في سكه علاج الجرثومه. طيب امتى انا بقى اللي هطلب منك تحليل جرثومه المعده؟ عندنا كذا حاله. لو التهاب المعده بتاعك البسيط دهوت طول معانا بقى مزمن اكتر من شهرين، اكتر من 3، العلاج مش جايب معاه نتيجه، فحضرتك بنقرر نطلب لك الجرثومه، واذا طلعت ايجابيه بنديك العلاج بتاعها. طيب لو عملنا، لو كان العيان جاله مره نزيف وحصل له انه يعمل منظار وخد عينه وطلع سبب النزيف دهوت او سبب القرحه المعديه اللي عنده دهيت جرثومه معده، هنا بنديله علاج الجرثومه. طيب العيان دهوت لو عملنا له منظار برضه لقينا عنده حاجه اسمها مالتي ليمفوما، نوع من الاورام الليمفاويه السرطانيه المعديه موجوده في جدار المعده او جدار الامعاء، بنديله علاج وبيتحسن جدا بعد علاج الجرثومه ده يا جماعه. طيب العيان دوت لو عنده عسر هضم وظيفي، ودي حاجه من تشخيص الطبيب. العيان دوت لو عنده عسر هضم وهو فوق سن ال60 او من الفئه المعرضه لان هي يجي لها سرطان معده، وديت ناس معينين كده معروفين مدخنين بحسب سنهم، ليهم نظام معين كده. لو عندي عيان بياخد مسكنات باستمرار زي عيان الروماتويد، زي عيان المفاصل، عيانين الخشونة، لو عندي عيان بياخد اسبرين باستمرار زي عيانين القلب، عيانين قصور الشريان، كل دول لو عندهم جرثومة بنعالجها على طول ونطلب لهم الجرثومة باستمرار. لو عيان عنده انيميا نقص حديد غير مفسره السبب او ما بتتحسنش على علاج الحديد، فبرضه نشك في جرثومه المعده. عندنا مرض اسمه مرض نقص الصفائح المناعي ITB، برضه دوت في العيان دوت بنشك في جرثومه المعده، واذا طلعت ايجابيه بنديها علاج. طيب يا دكتور والله احنا سمعنا ان العلاج دهوت ان عدم علاج جرثومه المعده بيعمل قرحه معده او يؤدي لسرطانات في المستقبل لا قدر الله. عايز اقول لك برضو هو حوالي 15% بس من العيانين اللي هم هتبقى ايجابيه عندهم وعامله اعراض وما تتعالجش، هم دول اللي ممكن يجي لهم قرحه معده، ونسبه ضئيله جدا اللي بيحصل لهم نوع من الاورام دهوت. ومش يعني مش من الباب، مش من اولها كده بنعمل تحليل الجرثومه. وشكرا ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.